مثال ثالث مهم جدا في القرن الحديث، الأفلام الإباحية. ليه في إدمان على أفلام إباحية؟ مرة أخرى، المنبه الطبيعي هو الحاجة للجنس، حاجة طبيعية جدا ما فيها أي شيء غلط، وهذا بالعكس هذا من تكويننا البيولوجي. ما هو الإدمان؟ تعريف الإدمان هو عادة يعود إليها الإنسان بشكل متكرر رغم علمه بضررها عليه. موضوع يضرك، أنت عارف أنه يضرك، قاعد ترجع تسويه مرة واثنين وثلاثة وما أنت عارف تبطل، وأنت تبغى تبطل. إدمان. لو قلت لك إدمان، إيش أول شيء يجي في بالك؟ مخدرات. إيش ثاني شيء يجي على بالك؟ كحول. بغض النظر عن أنت مدمن على إيش، طالما هذا الشيء قاعد يضرك فهو إدمان. لما يجي سيرة إدمان دائما يروح بالنا المخدرات، لكن المخدرات جزء بسيط جدا من أنواع الإدمان. المخدرات تؤدي إلى إدمان تدخين، حشيش، الأكل، ممكن الواحد يدمن على أكل، ممكن الواحد يدمن على التسوق، ممكن الواحد يدمن على الكحول، ممكن يدمن على قضم الأظافر. حتى قضم الأظافر، أنا أعرف واحد أظافره يعني واصلة المرحلة الأطفر دخل في نص اللحم وقاعد يؤلمه، هو بيؤلمه، ومع ذلك مو قادر يبطل قضم الأظافر. إدمان. هو عارف إنه مضر وشكلها، وعارف إنه شكلها قبيح، ما هو قادر يبطل. قس على ذلك عشرات الأمور الأخرى، أي شيء أنت تدمن عليه وعارف أنه قاعد يضرك. هذه فكرة إدمان الستيمولس، الإدمان على المنبهات أو المثيرات الخارجية. أصبح عندنا إدمان، وبالتالي الواحد ما صار يقدر يجلس مع نفسه بدون أي مؤثرات خارجية. تسأل واحد يقول لك يا أخي لما أخرج من مثلا تويتر أحس نفسي مستنزف كده بعد ساعة، وكلها هاشتاجات سلبية وأشياء كده تزعج، ومع ذلك يرجع لها. ليه؟ طب تسأل ليش إذا أنت بتخرج وحاس نفسك دريند، طب إذا هو مؤلم ليه بترجع له؟ ليه بنرجع له إحنا؟ لأنه مجرد هو مؤثر. احنا نحتاج منبه، سواء منبه كويس او حتى لو منبه مزعج، بس نبهني، اثر علي. هذا الادمان اللي محتاج. جزء مخي صار مدمن، حتى شيء حيضايقني بس خليه، ولا اني اجلس بدون مؤثرات. فكرة انك تجلس متأمل، تتأمل، تتفكر، تهدى، تروق، هذه فكرة صارت صعبة جدا علينا كلنا، لأنه العالم الجديد صار مليء حولنا من أول ما نصحى من النوم إلين ما ننام بهذه المنبهات والمؤثرات. إيش السوبر ستيمولس؟ هو منبه طبيعي أجسامنا ترغب فيه بشكل طبيعي، ولكن لما يقدم لنا على شكل سوبر أجسامنا تنجذب للسوبر ده على حساب العادي. 3 أمثلة من حياتنا اليومية. الأكل، الإنسان طبيعي ينجذب إلى الأكل، ينجذب إلى السكر والدهون، وهذه أمور كلها يحتاجها الجسم. ولكن ليه الناس بتدمن على الفاست فود؟ لأنه أطعم. يديك سعادة صراحة، يعني كذا يخليك تحس إنه شيء مرة لذيذ. أطعم شوية ولا أطعم كثير؟ كثير مرة ولا سوبر؟ هايبر مش سوبر، هايبر. أكل القرن ال21 في سوبر ستيمولس، يقدم لك السكر والدهون بشكل مبالغ فيه، بشكل مضخم، وهذا هو سر إدماننا على الأكل الجنك فود. ليه في إدمان على الشوكولاتة وعلى الكوكيز وعلى الآيس كريم وعلى كل هذه المأكولات؟ لأنها بتقدم لنا منبه يحتاجه جسمنا ولكن بشكل سوبر، فنسيب الأكل الطبيعي لأنه بطل يلبي هذه الرغبة. وبالتالي لما تجيب تفاحة وتجيب كوكي، أيهما يفوز؟ الكوكي. جسمك بيولوجياً يندمج وينجذب لهذا الكوكي، فتدي التفاحة أشكال. إيش تفاحة؟ أنا عندي تجربة سويتها من 7 8 10 15 20 سنة، شيء كده يعني، من 10 سنين تقريبا. رحت مكان منتجع 12 يوم ما تاكل ولا شيء، بس يدوك في الصباح عصير وفي المغرب عصير فقط لا غير. طبعا هذه إيش واحدة من أهدافها؟ أنه جسمك يرجع لإحساسه الطبيعي حق الأكل، وهذا فعلا اللي صار. بعد 12 يوم أول مرة آكل، الخس صار له طعم. مجرد تفاحة، بس تاكل تفاحة تجد أنك مستطعمها، تجد أنك مستمتع فيها. ليه؟ لأنه صار في ريست، سويت لجسمك عملية ريست، وبالتالي لما رجعت تاكل الأكل الطبيعي صرت تستمتع فيه. ليه في إدمان سوشيال ميديا؟ ليه إحنا مدمنين سوشيال ميديا؟ ليه الواحد مدمن صار النوتيفيكيشنز؟ ليه مدمن أنت اللايكات حقت الانستغرام ولا النوتيفيكيشن من تويتر ولا من فيسبوك ولا من سناب إنه يجيك إنه أحد تواصل؟ ليه؟ لأنه هذا السوبر منبه. إيش هو المنبه الطبيعي؟ حاجتنا للتواصل، ولكن الطبيعي إنه أنت تتواصل مع 2 3 جالسين قدامك بتتكلموا. السوشيال ميديا قاعد يقدم لك هذا المثير أو هذا المنبه بشكل سوبر، أنت قاعد تتواصل مع شخص مختلف كل
ثانية، فصاير سوبر، وبالتالي تنجذب أنت إلى هذا المنبه الطبيعي، ولكن لما يقدم لك بشكل سوبر، بشكل مبالغ فيه في العدد وفي التكرار وفي التنوع، تنجذب إليه انجذاب يؤدي إلى إدمان. صار الإنسان ما يقدر يجلس مع واحد لوحده بدون ما كل دقيقة يطول في الجوال. التواصل البشري الطبيعي انخفض. ليه؟ لأنه ما صار يلبي الاحتياج، صاير حاسس إنه كده إيش ملل، إيش هو ده 2 بس أبغى أتكلم مع 20 واحد في نفس الوقت. وبالتالي صار الحديث الطبيعي في جلسة طبيعية في الصالة عندك في البيت ما صارت تلبي الاحتياج، ما صارت تثيرك، ما صارت تلبي احتياجك، لأنه تعودت على السوبر. لما تبعد السوشيال ميديا عن حياتك حتلاقي نفسك عندك أوقات مرة كتير تقدر تسوي فيها أشياء معطلة من زمان، ممكن تقرأ، ممكن تتعلم، ممكن تاخد كورس. حتلاقي نفسك نفسيا كده صرت أهدأ، حتلاقي تعاملك واستمتاعك بالعلاقة العادية مع 1 ولا 2 زادت. ليه؟ لأنه خلاص أنت عملت ديتوكس من السوبر ستيمولس، حيرجع احتياجك للتواصل العادي مع 2 ولا 3، فحتلاحظ أنك حتستمتع أكثر. 2-3 مع أصدقائك بدون جوال فيها عشرات الأضعاف من الكونكشن والتواصل والعمق والاستمتاع عن 2-3 مع نفس الأصدقاء وأنت كل دقيقة كل واحد مننا قاعد يطلع الجوال ويشوف. صار في شالونس، يعني سطحية ما صار في عمق. ليه؟ كيف حيصير العمق إذا أنت كل دقيقة قاعد تنطط بين واحد وواحد؟ الحوار سطحي، الكونكشن سطحي، والشعور كله ملخبط. مثال ثالث مهم جدا في القرن الحديث، الأفلام الإباحية. ليه في إدمان على أفلام إباحية؟ مرة أخرى، المنبه الطبيعي هو الحاجة للجنس، حاجة طبيعية جدا ما فيها أي شيء غلط، وهذا بالعكس هذا من تكويننا البيولوجي. ولكن إيش اللي بتسوي الأفلام الإباحية؟ بتقدم لك هذا المنبه أو هذا المثير بشكل سوبر. الشاب اليوم ممكن في ساعة واحدة يشوف من المناظر ما لا يراه الإنسان في العصور الماضية طول حياته. وبالتالي صار أنه تلاقي الشباب العلاقة الطبيعية ما صار ينجذب لها، الحياة الزوجية العادية الطبيعية تتأثر من الجنسين إذا أي منهما أدمن على الأفلام الإباحية قبل الزواج. واحدة من أسباب إنه الإدمان بيحصل إنه هذا الشيء اللي أنت مدمن عليه بينسيك كل شيء. الآلام النفسية خلاصتها إما حزن من ماضي أو قلق على مستقبل أو ملل في الحاضر. هذه خلاصة كل الآلام النفسية. الإدمان بينسيك ال3 دول. إدمان الأكل مثلا، وإنت في نص الأكلة دي اللي قاعد تاكلها وفي قمة الاستمتاع فيها، أنت نسيت حزن الماضي حقك ونسيت أي قلق للمستقبل وأنت طفشان، أنت مركز في الأكلة دي. نفس الشيء أي إدمان، مركز في الأفلام الإباحية، مركز في السوشيال ميديا حقتك، وبالتالي هي إدمان. تفضل ترجع لها لأنها وسيلة هروب. قلق حق المستقبل كيف بيقل؟ بأنه تخطط وتتوكل. لما تحس أنك سويت اللي عليك من ناحية دنيوية، أخذ بالأسباب، وحسيت أنك سويت اللي عليك من ناحية توكل بمسبب الأسباب، خلاص القلق ما حقول ينتهي عشان ما نكون عايشين في عالم يعني مثالي، ولكن يقل جدا. لذلك دائما يقول لك الحكماء لا يخلقون ولكن يخططون. التخطيط للمستقبل يقلل من القلق. فبالتالي بدال ما إحنا نقلل من القلق بشكل إيجابي، بدال ما نقلل من الأحزان حقت الماضي بأنه نحللها ونقول قدر الله وما شاء فعل ونتعامل معها بشكل روحاني أو بشكل فكري مناسب، بدل ما نتعامل معها وخلاص ننهيها، لا، ما بنسوي ولا كده ولا كده، نهرب إلى الإدمان حقنا. وبالتالي لا عالجنا أحزان الماضي لأنه حتفضل ترجع لنا، لأنه ما عالجناها، ما فككناها، حتفضل ترجع لنا. ولا عالجنا قلق المستقبل لأنه ما خططنا، ما عملنا اللي علينا، ما توكلنا، فبالتالي حيرجع قلق المستقبل. وبالتالي تفضل الآلام النفسية ترجع وترجع وترجع، وإحنا نفضل نهرب ونهرب ونهرب، تتفاقم سنوبول لما الإنسان لا سمح الله ينفجر.